السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عندي طريقة الملوي. إن شاء الله، وعندي تقريبا شي أقل من 6 كيلو ديال الدقيق، وعندي سميدة رقيقة، عندي شوية من اللوز مطحون، عندي الزبدة ديال باش إن شاء الله نورق بيها، وعندي شوية من الملح. على بركة الله، شديت شوية د الملح، غنخلطو مع الدقيق وشوية السميدة الرقيقة. صافي ان شاء الله، ملي غادي نخلط هاد العناصر كاملة كما كتشوفوا في الفيديو. عندي كاس الماء يكون دافي شوي، غادي نعجن بيه. سمحوا لي لانني كنصور صراحة غير بيد وحده وسميتو اليد الثانية هي اللي غادي كنحرك بها شويه الدقيق ديال الفرص والسميده رقيقه. هاد الطريقه هذه، ولكن غادي نعجن ان شاء الله. الواحد يعجن بيدو حسن. غادي نجمع واحد شويه صافي، لانني فهمتو كنصور غير بواحد اليد، واحد اليد كتصور وواحد اليد كتعجن. المهم صافي، ملي عجنتها هذه خليتها بحال الطريقه ديال شويه رطبه، وما تكونش الا كانت قاصحه الصراحه ما غاديش يصلح الصوره، غتبدا تتقطع. المهم غادي درتها في بلاستيكو وغادي نخليها مده نص ساعه. صافي ملي رجعت بقات نص ساعه او اكثر، يعني من الساعه، شديتهم ودهنت ليه شويه من الزيت، وصافي غادي نشكلهم كوارات يكونوا الحجم ديالهم متوسط، ما يكونوا كبار ما يكونوا صغار، يكونوا متوسطين بحال هاد الشكل هذا، يكون مهم صغار مهم كبار يعني. المهم بحال هادي. واو سمحوا لي. صافي خليتهم واحد ارتاحوا 5 دقائق ولا 6. المهم انا كنسرح دابا بالزيت على سطح العمل، نسرحها مزيان حتى كنخليها رقيقه، حتى كتبان ليا الرخامه اللي عندي. نسرحها مزيان. بالنسبه للزبده، انا عندي اصلا خرجتها من بكري، دايبه واحد شويه. صافي ملي دهنتها بالزبده غادي نرشها بالبودره ديال اللوز. الطريقه ديال اللوز صراحه كتجي اكثر من رائعه، كتجي روعه. ها هي دابا عندي سميتو البودره ديال اللوز، رشيت عليها من الفوق، وصافي غادي نطويها بحال بشكل مستطيل، وغادي نقلويها صافي حتى ندخل هذوك الجنيبات وصافي. المهم ودرت معكم واحده ثانيه تشوفوها نفس الطريقه بحال الاولى. سرحتها مزيان بحال هاد الطريقه هذه، خليتها على طول مستطيله، وصافي غادي نقلويها، نخليها بحال هكا وندخلهم من الجناب، تولي لي بحال هاد الشكل هذا. وزدت معكم واحده ثالثه. صافي كنخليها رقيقه وندهنها بالزبده كالعاده، ورش عليها اللوز بودره، واللي ما عندوش اللوز يعوضه بالسميده الرقيقه. صافي خليتهم ارتاحوا واحد 5 دقائق عفوا. وصافي غادي نبدا ان شاء الله
نسخن المقلة ديالي ونبدا نطيب فيهم. ها بديت بواحد سرحتها غير شويه ماشي بزاف، بديت كنطيب فيها، خليت المقله حتى سخنت مزيان، رشيتها شويه بالزيت وصافي. المهم ها هي تبارك الله كيف جات، يعني كيجي اللون ديالها ذهبي شويه. غادي نبقى نقلب فيها في الجناب. الصراحه والله الا انتفخت ليا ما شاء الله. نزيد معكم واحده ثانيه. ها هي ديك الاولى اللي طيب، شوف تبارك الله كيفاش كيجي مورق ان شاء الله. كيجي مورق، ما كيجيش غليظ، لا كيجي مورق تبارك الله. طيبت هذه الثانيه غتشوفوها معايا كذلك. غنطيبها ان شاء الله. صافي ملي قلبتها كيكون على هذا الشكل، لونه كيكون ذهبي شويه. زدت معكم هذه الثانيه. هذه دابا سميتو باش نوريها لكم كيف جات من الداخل، روعه يا ما شاء الله. سخون، كيجي مورق، كيجي سبحان الله مفتوح، كينفتح هو وحده. صافي ملي طيبت هذه الثالثه. مهم الواحد ما يقرصوش، لان الا قرصها بزاف تجي رقيقه، يعني الواحد يقرصها شويه ماشي بزاف. المهم تكون سميتو. المهم هي وريتكم الثالثه تبارك الله كيجي اللهم بارك. كيجي اكثر مره. واخا سمحوا لي بانني كنصور التفصيل و يدي هزت التليفون وكنصور لكم طريقه. المهم هذا هو الشكل النهائي. تبارك الله منظرهم اكثر من رائع، يعني جاو رائعين رائعين. المهم هادو هما الملاوي ديالي اللي درت معكم بالسميده والدقيق، وعجنتهم بماء شويه ما بارد ما سخون، شويه الملح. صافي عجنتهم مزيان، خليتهم ارتاحوا وسرحتهم. ملي خليتهم نص ساعه صافي دهنتهم بالزبده ورشيت عليهم بودره ديال اللوز وصافي طيبتهم. ها هو الشكل النهائي ومعهم شويه العسل. يلا نقولكم ان شاء الله تفرجوا في هذا الفيديو الى فيديو ثاني ان شاء الله، ونقولكم استودعكم الله بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.